يا صقر. لا قالوا يا تاني. صقر مين وحياتك؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اقل ادب على ده عم البلد كلها. لا لا، ده عم البلد كلها. بس يا جمعه دي بتاعت الصقر. انت لحقت تنساني ده عم البلد. لا لا، ده عم البلد ده، يعني ما اقدرش انساه. بس انت هتزعل مني لان اقول لك حاجه، انا ما قدرتش اجيب لك الميداليه امبارح صراحه. يلا مش مشكله، المهم البطوله جت يا جمعه. ربنا يخليك ومبروك ليك يا بركات، انت مساهم معانا فيها، وكنت اتمنى طبعا ان انت تبقى يعني حاضر معانا لحظه زي دي. ايه ثانيه واحده ايه مساهم معانا فيها دي؟ مساهم، وجايب جون في البنزرتي كمان. ايه ما انا بقول انا بقول انت مساهم معانا فيها، يعني مش يا بوب يا بوب. معاك انا بص، انا سايبك الاول تقرص وتخش وبعدين انا اخدك تكون هديت شويه. بص يا بوب، انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا كابتن. دي اخر مره هسمح لنفسي فيها ان انا اعمل مداخله او اكلم وائل جمعه وهو بيلعب كوره. الله الله الله. كده مش هكلمه غير وهو معتزل. لا لا لا، ده لسه بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب يا كابتن. ايه يعني ده مش كلامك معايا الصبح يا بركات. بس هنمسك الخشب كتير ولا ايه؟ بص احنا لسه ماسكين الخشب لغايه ما كل الخشب اللي في الدنيا يخلص، مكملين مع الكابتن وائل جمعه. بس انت قول لي شفت الماتش ازاي وشفت اداء صخره الدفاع ازاي امبارح؟ اولا طبعا مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واللعيبه اللي تعبت والجهاز اللي تعب، محمد يوسف والمجهود الجامد اللي عمله. طبعا كانت المهمه طبعا مش سهله، انت عارف يا بوب طبعا الظروف اللي انت بتلعب فيها وحاجات كتير قوي طبعا مش هنتكلم فيها لان كنتوا اتكلمتوا فيها يعني كتير جدا. ولكن بيبقى لعيب النادي الاهلي هو لعيب النادي الاهلي، يعني هو اللي في الاول وفي الاخر هو اللي بيرجع البسمه للجمهور. وادي ضربه الجزاء بتاعتك اهي في البنزرتي عشان برضو نفكر الكابتن وائل جمعه. لا والنبي، وهات له الاوفر بتاع الجول الثاني بتاع متعب والنبي. والاوفر جاهز، الاوفر جاهز اهو. لا يا اب والله انا عايز اقول لك على حاجه. اهو الاوفر اهو والجون اهو. وائل جمعه بوب بصراحه، يعني بصراحه ده لازم يتعمل له كتاب والله. طبعا يعني انا لا بنافقه ولا اي حاجه، ده اقل حاجه في حقوقه ان دوت يعني عمل حاجه يعني جامده جدا جدا جدا، ولعيب من اللعيبه اللي حفرت اسمها في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ منتخب مصر. وائل جمعه فعلا يعني راجل وقائد، وطبعا ببارك له على اول بطوله بياخدها كقائد للفريق، وقدوه كبيره جدا للعيبه اللي طالعه بعد كده وللعيبه الكبيره كمان. فيعني بقول له مبروك يا جمعه، وانت تستاهل اكتر من كده بس ربنا يعني يخليك يا بركات. انا عايز يعني ايه كفايه. انا عايز اقول بس للناس ان زيارتك لينا قبل الماتش هي اللي فرقت معانا والله يا كنت. مش عايز اقول لك يعني الروح اللي انت يعني والفرحه اللي انت دخلتها على اللعيبه بوجودك بس معانا كده، يعني مش تمرينك بس، وجودك حتى ان احنا نشوفك معانا، يعني مش عايز اقول لك فرقت معانا ازاي والله يا بركات. وشفت اما فضحت السيد معوض بعد التمرين في الموضوع بتاع لا مش على الهوا بقى، مش على الهوا. مش عايز تبعد يا كابتن بركات عن سيد معوض، مش عايز تبعد عنه. لا ده سيد معوض انا ان شاء الله في اتفاقات جديده ما بيني وما بين سيد معوض بقى. جمعه يبقى يحكيها لك على الهوا بقى، مش مشكله، مش لازم انا عشان سيد بيزعل مني انا وبيقول بس ما تقولهاش انت. يعني غيرنا الخريطه. بص يا بوب، انا عايز قبل ما انسى، اتفضل يا كابتن. زي ما هنيت وائل جمعه طبعا محتاج ان انا اهني ابو تريكه. يعني طبعا لان ابو تريكه انا مش عارف اقول ايه طبعا على ابو تريكه. يعني ابو تريكه طبعا عامل شكل تاني للنادي الاهلي والمنتخب مصر، مش النهارده ولا امبارح، ده من سنين طويله. عايز اهنيه واقول له انت تعبت، وعشان كده ربنا بيكرمك، وان شاء الله دايما باذن الله من جديد لجديد. وبقول له ان انت تفكيرك لازم تفكر فيه كويس، ولازم تفكر فيه مره واثنين وثلاثه. جمهورك محتاجك، وجمهورك عايزك، وجمهورك محتاج ان انت تبقى موجود في وسط اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، اذا كانوا لعيبه كبيره او لعيبه صغيره لسه طالعه، محتاجينك اكتر وقت ممكن اذا كنت انت او وائل جمعه. فعايزك تعيد التفكير كذا مره في القرار اللي انت واخده، لانه مش قرار سهل. يعني ممكن يفتكر ان هو قرار سهل، فانا بقول له لا، عن تجربه انا بقالي 3-4 اشهر فبقول له لا عيد وفكر مره واثنين وثلاثه علشان تحس ان انت مستريح بقرارك. عايز ابعت تحيه كبيره جدا 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 على الهوا لاحمد فتحي اللي هو كان نجم المباراه امبارح.
زي ما عودنا 90 دقيقه قاعد عمال يجري وعمال يروح وعمال يجي. عايز ابارك لكل اللعيبه، وليد سليمان وعبد الله اللي هم داخلين في الفرقه وحققوا لنا بطولتين ورا بعض ولسه جداد. فعايز برضه ابعت لهم شريف اكرامي اللي متالق من ماتش الماتش، شريف عبد الفضيل اللي بعيد بقاله فتره، انما لما بيرجع بيبقى نجم وبيأدي اللي عليه، سواء سيرد باك سواء باك رايت. انا مش عايز انسى حد، يعني كل الناس بصراحه نجوم. ونسيت عمهم يا كوتا. ربنا ايه؟ نسيت عمهم. لا عمهم ده ايه؟ انا عمهم ده هتكلم عليه زيكم كده، ده عمهم ده انا اروح لحد بيتهم لوحدي. وكابتني بقول لك وكابتني طبعا كابتني. انا لما شفت الجون بتاع البنزرتي دلوقتي عرفت انت ليه افتكرت البنزرتي، يعني عشان طبعا كابتني هو اللي عامل ضربه الجزاء. لا ده عماد متعب رجوعه مكسب كبير قوي للفرقه مفيش شك طبعا، ومكسب لمصر، وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لك يعني احنا عايزين بقى نعمل حاجه كويسه بقى في اليابان يا جمعه. عايزين نعمل حاجه كويسه في اليابان يا جمعه. في المغرب، احنا في المغرب على فكره. يا كابتن والله ده انا مسطول يا جمعه، ده في المغرب صحيح. كابتن بركات، يا بوب الخريطه اتغيرت ولا لا؟ من ناحيه قول الو، انت معاك تليفون تاني معاك دلوقتي. لو النبي طيب يا رب يبقى سيد معوض يا رب. قول بس الو، هنشوف التليفون عليه مين. الو يا نجم، ازيك يا نجم مصر؟ مين؟ حبيبك بسبس. ايه يا بسبس؟ حبيبك يا نجم، انا لسه مكلمك من ساعتين معادي، يعني اكيد انت عارف مين. استاذ معون. لا يا ابني بقول لك ايه، الكلام على الهوا ليه طعم تاني معاك انت بالذات. بقول لك ايه، مش هنخلص في المشروع بتاعنا ولا ايه؟ احنا على الهوا بركات، خلي بالك والناس تتفرج علينا. ها طب ما يتفرجوا عشان نقول حاجه عيب. ده مشروع خريطه يا سيد. بقول لك ايه يا كابتن، شفت انت طلباتك عندي اوامر يا كابتن بركات. ربنا يخليك، مبروك يا سيد. الله يبارك فيك يا نجم، ربنا يخليك. والله العظيم يا سيد اقول لك على حاجه، انا هقولها لك وطالعه من قلبي عشان اراعي ضميري، اقسم بالله باك ليفت عالمي، مش هقول لك اكتر من كده. الله يكرمك يا نجم، الله يكرمك. يعني بس انا افرح بيها طول العمر يا نجم ان انت تقول عليا كده والله. يعني نطبع كتابين يا كابتن، نطبع كتاب للكابتن وائل جمعه ونطبع كتاب للكابتن سيد معوض. لا بصراحه كلهم يطبع لهم كتب بصراحه، واطبع على حسابي يا بابا. لا ما تقلقش، انت عارف الحساب بيننا رايح جاي، انت تؤمر يا كابتن، ده كده تاني كتاب النهارده. لا بقول لك ايه، دي احسن حاجه بقى عملتها لي النهارده، ان انت جبت لي سيد معوض، لان سيد معوض ده حاجه ثانيه خالص، وانا بقولها على الهوا وبعلنها قدام الجميع، على الرغم ان كل اللعيبه اخواتي وكل اللعيبه حبايبي، انما انا اكتر واحد بحبه في النادي الاهلي اهو بقولها كده علنا، سيد معوض. وعلى يد يا كنت انا، على يد انا. الله يكرمك. الله يكرمك يا سيد. بس النهارده سالته سؤال وقلت له ما تيجي يا سيد وطنشني وحلق لي وما جاليش النهارده. ما هو اهو دوس دخل اهو، جبناه لك على التليفون وهو معاك، وقول له اللي نفسك فيه. ومفيش حد تبع يا سيد بيكلمك، انا بقول لك اهو على الهوا. كابتن سيد طبعا عايزين نقول لك الف مبروك، ادائك متميز جدا، بتأدي بشكل ملفت للانظار، يعني زي بقى ما كبار المحللين بيقولوا التغطيه العكسيه، التغطيه الاماميه، الاوفرات، الانطلاقات، القوه، صمام الامان، كل حاجه نقدر نقولها في سيد معوض. ربنا يكرمك يا ابو، ربنا يخليك. سيبك من الكلام ده كله، الواحد بيحمد ربنا ويشكره على التوفيق والمكسب، انما انا عملت المداخله عشان وائل برضه، خلي بالك يعني ان هو موجود وبركات، فيعني الاثنين بالنسبه لي يعني مش عشان بركات. ها هي يمكن بركات عشان اخويا اكتر شويه، انت فاهم، جمعه يعني عشان ايه؟ عشان خايف منه. انت فاهم، جمعه عشان كبير شويه عني بفتره كبيره وبتاع وسنين كتير، فيمكن انا بقى يعني ايه، في علاقه بعيده شويه، يعني مش صاحبي قوي عشان اكبر مني بكتير، يمكن حوالي 7-8 سنين. الله دول فرق شويه يعني. تمام. لكن ما تصغرش نفسك قوي يا سيد، ما تصغرش نفسك قوي كده يا سيد. اتفضل يا كابتن. يمكن الواحد بيقولها في اوضه اللبس في اي مكان، يعني مثلا ما يكونش قدام وائل او ابو تريكه، الواحد فرحان ان هو لاعب مع ابو وائل وابو تريكه يعني، وحضرهم وعاشرهم، يعني الاثنين دول بالنسبه لي، لا حتى جوه الملعب وبره الملعب، يعني انا وجهه نظري ان الكره هتتاثر كتير جدا
الاثنين دول لو بعدوا خلال الفتره الجايه الكره في مصر سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر هتتاثر بشكل كبير جدا، لان الاثنين دول يعني انا ما بتكلمش عن فنيات في الملعب او اي حاجه، بتكلم على علاقات شخصيه جوه النادي مع اللعيبه مع الاجهزه مع الاداره، ناس محترمه بشكل كبير جدا. لعيبه اما ربنا بيديها ما بتفتريش، لعيبه بتحب زمايلها، لعيبه بيخافوا على بعض. يعني انا بالنسبه لي الاثنين دول يعني شرف للواحد ان هو عاشرهم ولعب معاهم في النادي. الروح اللي بينكم دي الكابتن بركات لسه مبطل، لكن كلكم ما زلتوا متواصلين. لسه الكابتن بركات بيقول لك انت لسه مكلمني من ساعتين، الكلام على الهوا مختلف. لسه الكابتن بركات مكلم الكابتن وائل جمعه النهارده، بتتواصلوا مع بعض. الروح دي جت منين؟ لا يعني بص، يعني انا علاقتي شخصيه ببركات، يعني بالنسبه لي بركات اخ جوه الملعب وبره الملعب، ويعني بطل او ما بطلش ده موضوع تاني، انما هو اخويا طول العمر وواحد بحبه جدا واكتر واحد في المجال الكروي كله ليه علاقه بيه. انما احنا كمجموعه كلها العشره اللي احنا عشناها مع بعض، يعني السنين اللي قعدناها كلنا مع بعض، البطولات الحمد لله اللي الجيل ده حققها، المكاسب سواء في النادي او في المنتخب، يعني لا الناس دي الحمد لله بتصلي مع بعض، قاعده مع بعض، يعني احنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في البيت. فلا يعني احنا كمجموعه الواحد، يعني انا بقول لك الواحد بيفرح، يعني انا متهيألي الواحد لما بيفرح بجول بيجيبه، لا انا متهيألي انا بفرح لابو تريكه لما بيجيب اكتر، يعني يمكن لما هو بيبقى كويس ماتش الواحد بيبقى طالع مبسوط اكتر من نفسه بشويه. لا يعني الحمد لله ما وائل كويس النهارده، لا حتى يعني ما حدش يقدر يتكلم، انت فاهم؟ فهي العلاقات الشخصيه بيننا لا الحمد لله يعني. كابتن سيد الكلام ده مؤثر جدا في الملعب يعني الحمد لله. كابتن سيد الكلام ده مؤثر جدا، لكن لازم اروح بسرعه للكابتن بركات عشان يدير الحوار عني اكتر، لان انا خدت الحوار في جو التاثير بقى والاخ الكبير والعشره. لا كابتن بركات خد بقى الميكروفون وانت بقى اتصرف. لا طبعا يا بوب، انا عايز اقول لك طبعا سيد برضه ادى حته برضه مؤثره جدا والله، يعني داس على الوتر الحساس شويه، وانت عارف الواحد ما بيحبش ان هو يتكلم الكلام الجد دوت، خصوصا الوقت دوت يبقى وقت الفرح ووقت الانبساط يعني. عشان كده قلت الحقك بسرعه تلحقني. انما سيد يعني هو سيد بيقول اللي في قلبه، يعني هو سيد بيقول اللي في قلبه، ودوت ما دام بيتكلم ويقول لك ده الكلام اللي جوايا واللي بحسه، فتعرف ان هو ممكن يكون الكلام ما يكون مش مظبوط، لان سيد اللي في قلبه مش على لسانه، يعني سيد ممكن يكون بكلامه كده وكده يعني قدام الناس، بس هقول لك في الاول وفي الاخر ان معظم كلامه صح، يعني هو معظم كلامه هو بيتكلم صح. احنا دلوقتي يعني سيد لما بيختفي فتره كبيره في الاصابه، فتره اللي هو قبل ما يرجع، فوالله كان فارق معانا جدا جدا يعني. وائل جمعه ما بتشوفوش في الملعب يا ايهاب، لا في حاجه ناقصه. اللعيبه الكبيره اللي بقى لها كذا سنه مع بعض، اما كان بيحصل اي حاجه يعني اي حد ظرف، لا في حاجه ناقصه يعني. فطبعا دوت ده اللي بيدل على ايه، يعني هي الروح بتاعتنا وحب اللعيبه لبعضها. وهرجع اقول لك ان هو ده النادي، يعني هو ده النادي الاهلي الحمد لله. زي ما سيد قال، عندك اللعيبه الكبيره، لعيبه صغيره، اللعيبه ربنا بيديها بطولات، ربنا بيديها حاجات يعني كتير، مفيش افتراء. اللعيبه عايزه تعمل لنفسها وعايزه تعمل لناديها. احنا النادي ادانا كتير، فلازم احنا كمان ندي للنادي. الجمهور بيبقى ورانا والجمهور بيحبنا، احنا كمان لازم ان احنا نبسط الناس دي. فالحمد لله الظروف الاخيره اللي في البلد قدرنا ان احنا برضو نتعداها ونتخطاها وتجيب بطوله افريقيه والثانيه ان شاء الله الثالثه والرابعه ان شاء الله. النادي الاهلي مش هيتوقف باذن الله عن البطولات. لعب بركات النهارده وبطل، هيلعب النهارده جمعه وابو تريكه سنه وسنتين وهيبطلوا، وهيجي غيرهم وهيجيبوا بطولات وهيجي مش عارف. فهو كده، هو ده النادي الاهلي يا زي ما بقول لك. النادي الاهلي يعني باللي موجود، دي قلعه كبيره وكله هيلعب وكله هيأدي. كفايه كده ولا ايه يا؟ انا برضه حاسس ان انا اتأثرت انا كمان. لا هو ده طبعا النادي الاهلي، وهو ده محمد بركات، الكابتن محمد بركات، وهو ده الكابتن سيد معوض، وهو ده الكابتن وائل جمعه، وهو ده المثلث اللي انتم شايفينه. المثلث ده بيبقى مربع، بقى خماسي وسداسي، لغايه ما بيبقى كل تيم النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره ولجنه الكره والجمهور، كل الدايره دي مغلقه على بعضها، بتحقق بطولات، بتحقق انجازات. دي الروح اللي بينكم يا كابتن.